من لطائف التبرع وعجائبه أن في ناس تبرعوا بأدوات طبخ، قدور وصحون وصياني، وصار لها أثر عظيم على أرض الواقع. في امرأة في السعودية تبرعت بقدر الهريس هذا شكله بيضاوي يطبخون فيه، وأصبح وقف مع الوقت، الناس يتداولونه من بيت إلى بيت إلى بيت، وبعدين جاء واحد اشتراه، واللي اشترى هذا المبلغ حطوا فيه عقار، ومع الوقت أصبح صدقة جارية لها. وكذلك في تاجر في البصرة راح إلى مناطق اللي فيها طلبة العلم والمرابطين، وأنشأ مطابخ وأوقف فيها جدور وأدوات طبخ، وأصبح هو كأنه يطعمهم بصدقة جارية. يعني تبرع بأساس الطبخ اللي هو قدور والأواني. هذا النوع من التبرع هو التبرع الذكي، اللي يتبرع بأصل من الأصول اللي يحتاجها الناس، وكل ما يستخدمونها ويحتاجونها يرجع له أجرها. فهو سنة حسنة، ومن سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. زين، السؤال: هل في مكان أقدر أتبرع فيه بأدوات طبخ؟ إيه نعم، فيه. دار الحبيشي للأيتام في اليمن، مطبخهم قديم ومتهالك، يطبخون بأدوات بالية مكسرة، يحتاجون إلى هذه الأدوات. الدار فيها أكثر من 350 يتيم يأكلون ويشربون وينامون في هذه الدار، فهذا مطبخهم الرئيسي. نبي نجدد لهم المطبخ ونشتري لهم أواني يأكلون فيها، ففرصة لا تفوتها. ساهم بتأسيس أصل من أصول الطعام، إنك تطعم الآخرين وتكسب أجر كل شخص يأكل بهذه الأدوات. وكذلك راح نشتري لهم مغاسل لملابسهم، فأنت تساهم بأصل من الأصول اللي تخدم الأيتام. اليوم مشروعنا إننا نجهز مطبخ ومغسلة الأيتام اللي يستفيدونها ويستخدمونها كل يوم، وتخيل إنك تأخذ أجر كل يوم في هؤلاء الأيتام.